أقل من 16 عام. لم تعد مسألة مشاهدة الأفلام الإباحية تتعلق بالخطأ والصواب فقط، بقدر ما باتت مرتبطة بآثار صحية ونفسية مدمرة. ويكفي أن نقول بأن 3 دول عربية هي ضمن لائحة الدول العشر الأكثر مشاهدة للمواد الإباحية للعام السابق، إذ حلت مصر في المرتبة الثانية والمغرب في المرتبة الخامسة، أما السعودية فتراجعت إلى المركز السابع. وبالتدقيق عربيا نجد أن المواد الإباحية قد وجدت طريقها إلى جميع الدول العربية، الفارق الوحيد هو معدل المشاهدة المرتبط عادة بنوعية وسهولة الاتصال بالإنترنت في هذه الدولة أو تلك بمعدل مشاهدة يتراوح بين 5 إلى ما يقارب 10 دقائق. باتت الدول العربية تعاني من حالة مرضية جماعية لا تلقي غالبا الاهتمام الكافي لمعالجتها وللحد من انتشارها. مشاهدة الأفلام الإباحية ظاهرة مرضية تؤدي إلى الإدمان، وأضرارها النفسية والجسدية مماثلة لإدمان المخدرات. وبما أن تأثير الإدمان لا يصيب الشخص المعني فحسب، بل ينعكس سلبا على المحيطين به، سنعرض لكم بعض الأضرار النفسية والجسدية التي تسببها المواد الإباحية. أولا، الإدمان. تأثير مشاهدة الأفلام الإباحية مماثل تماما لشرب الكحول أو تعاطي المخدرات، فعند استخدام المخدرات يزداد إفراز هرمون الدوبامين ويمنح إحساسا بالنشوة، لكن الدماغ وبعد فترة قصيرة يتكيف مع الكمية القليلة وبالتالي بحاجة لكميات أكبر. الأمر نفسه يحدث لدى مشاهدة المواد الإباحية. الكميات الكبيرة من الدوبامين التي يتم إفرازها تحفز مركز الشعور باللذة بشكل كبير، وبعد تكييف الدماغ مع الكمية، وهنا نقصد مدة ونوعية الأفلام الإباحية، يصبح الشخص المعني بحاجة لمزيد من الصور والتنوع. ثانيا، تقليص حجم الدماغ. أظهرت دراسة ألمانية نشرت مؤخرا أن الرجال الذين يمضون وقتا طويلا في مشاهدة الإباحية يعانون من تراجع كثافة المادة الرمادية في بعض أجزاء المخ، ما يؤدي إلى تراجع وظائفهم الدماغية، والسبب يكمن في الصلة السلبية بين مشاهدة الأفلام الإباحية لساعات أسبوعيا وكتلة المادة الرمادية في الجزء الأيمن من الدماغ ووظائف القشرة الدماغية الأمامية. التحفيز المرتفع الوتيرة لمركز الشعور باللذة لا يؤدي فقط إلى تغيرات في اللدونة العصبية، بل قد يتسبب بتدهور الاتصالات بين البنية العصبية والقشرة الأمامية المسؤولة عن السلوك واتخاذ القرار كلما زاد معدل المشاهدة. ثالثا، علاقة عاطفية مع عالم وهمي. نعم، يمكن أن تسبب مشاهدة الأفلام الإباحية بخلق روابط عاطفية بين الشخص المعني والمواد التي يطلع عليها، لكنها علاقة مشوهة مع عالم وهمي مزيف يستبدل الشريك الفعلية بصورة أو فكرة أو بمشهد جنسي. لتوضيح الصورة أكثر نعيد إلى أذهانكم تجربة العالم الروسي بافلوف الذي ربط التحفيز الخارجي بردة فعل الكلب من خلال ربط صوت الجرس بالطعام، وبعد مدة أصبح الكلب يفرز اللعاب حين يسمع صوت الجرس رغم أنه لم يحصل على الطعام. المبدأ نفسه ينطبق على مدمني الأفلام الإباحية، فصوت الجرس بالنسبة إليهم هو ربط النشوة الجنسية بصورة أو فيلم لا بشخص، ومن دون هذه المحفزات لا يمكنهم التفاعل عاطفيا وجنسيا. رابعا، تدمير العلاقة الحقيقية. الكسل، زوال الرغبة بفعل جنسي حقيقي، الملل، الأنانية، هذه بعض الآثار الجانبية لمشاهدة الأفلام الإباحية. فالاعتياد على نمط معين من المشاهد الجنسية تؤدي إلى قلة اهتمام الرجل بشريكته التي لا تشبه ولا تتفاعل كما تفعل نجمات الأفلام الإباحية، فذلك يؤدي إلى توتر في العلاقة لأن اهتمامات الرجل أصبحت في مكان آخر، وهكذا تجد الشريكة نفسها في مرحلة تشكيك إما بنفسها أو بشريكها الذي فقد رغبته في التواصل معها جنسيا وعاطفيا. خامسا، العنف والاكتئاب. يتعامل الرجل عادة مع مشاهدة الأفلام الإباحية على أنها مكافأة لنفسه بعد يوم عمل مرهق طويل، وقد يلجأ إليها لشعوره بالوحدة أو للهروب من واقع مؤلم يعيشه، لكن متعة النشوة سرعان ما تتحول إلى شعور بالاكتئاب، تكون بدايتها مع الشعور بالذنب لإقدامه على كسر المحظورات الدينية والاجتماعية، لتتحول لاحقا إلى سيل جارف من الإحباط والكآبة.
عملية تخدير المشاعر مؤقتا بنشوة سريعة وحادة يزول أثرها ولا يبقى لها سوى الفراغ العاطفي. ولعل أكثر الآثار الجانبية خطورة لمشاهدة الأفلام الإباحية هي العنف والانحدار لمستويات لم يخيل للشخص المعني يوما أنه سيصل إليها. والعنف مرتبط مباشرة بالإدمان، فالتحفيز الذي يحصل عليه الرجل من مشاهدة الأفلام الإباحية يصبح غير كاف بعد فترة، ما يدفعه إلى البحث عما هو أكثر جرأة وأثارة، وهكذا ينتقل من أفلام جنسية طبيعية إلى الأكثر إثارة فالأكثر غرابة، حتى يصل إدمانه إلى انخراطه في عوالم جنسية ملتوية غير طبيعية افتراضيا ولاحقا واقعيا. سادسا، التمهيد للخيانة الفعلية. الخيانة الفعلية تبدأ دائما بالخيانة الفكرية، ومشاهدة نساء أخريات يمارسن الجنس بشكل متكرر تجعل فكرة التواجد مع امرأة أخرى أكثر قبولا مع مرور الزمن، وما كان محرما بالأمس سيصبح حكما مقبولا اليوم، وبالتالي التمهيد النفسي والفكري لفعل الخيانة يجعل الإقدام عليها أكثر سهولة. سابعا، آلام جسدية. تتسبب مشاهدة الأفلام الإباحية بشكل متكرر بآلام جسدية متنوعة، منها آلام الظهر والصداع، كما تتسبب بالأرق وبالتالي الشعور بالإرهاق الذي يسبب عصبية في المزاج وسرعة الغضب وقلة التركيز، ويمكن إضافة ضرر العيون، وذلك لكثرة التحديق في شاشة التلفزيون أو الكمبيوتر أو الهاتف. إن مشاهدة الأفلام الإباحية ليست بأمر بسيط يمكن التعامل معها بخفة، بل هي مشكلة كبيرة يجب التعاطي معها بحس كبير من المسؤولية، لأن أضرار الأفلام الإباحية لا تنحصر بالشخص المعني فحسب، بل تؤثر على كل من يحيط به. وبالنهاية المعادلة بسيطة، دقائق معدودة من اللذة الجنسية الوهمية وما يرافقها من آثار جانبية مدمرة، أم حياة طبيعية مليئة بالروابط العاطفية والجنسية الجميلة؟ إليكم حسن الاختيار. نشكركم للمشاهدة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك.